يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح كل حاجة حلوة عليكم. يا رب يرزقكم باللي انتم بتتمنوه ويصلح حالكم ويساعدكم ويشيل الهم عن قلوبكم يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب العالمين. مين بقى جاب بصل وخزن بصل؟ انا جبت بقى البصل بتاع الخزين بتاعنا قبل يوم العيد كده بكام يوم. كنت منقياه واحدة واحدة. الكيلو ونص كان بتعبى كده ب10، والكيلو وربع التنقية كانت ب10. انا نقيته بس لقيت الاتنين الخضر دول مش عارفة اجيب منين. انا بنقي اللي هي الناشفة خالص دي. بصوا العنقود بتاعها ناشف خالص خالص كده بالشكل ده. فقلت بقى ايه، انا اكنس البلكونه واشطفها شطفه حلوه كده علشان الصيف داخل علينا، واغسلها بقى غسله حلوه كده حمايه العين. انا بحب البلكونه بتاعتي قوي ما شاء الله عليها، يعني جواها حلو وكبيره، فبحب اروقها واغسلها كل شويه. والصيف داخل بقى بنحب نقعد فيها كتير ونقضي سهرتنا بالليل فيها، فلازم كنت اعمل فيها كده اغسلها غسله حلوه. ومكان البصل والقش ده كمان كنت بعد لما روقت العيد القش ده كله والورق ده بتاع البصل كان هيخش جوه. لميت بقى كل اللي في البلكونه وكنسته ودخلت البصل جوه في قفصين، قفص صغير وقفص كبير كده. بحطه في القفص، ما بحطش في كراتين ولا في شوله اللي هي الشكاير علشان ما يكمكمش، وعلشان ما يبصي الحر داخل وممكن يعفن مننا. فالفسا مهوية كده. جبت بقى شوية، جبت العجينة ومليتها مية بقى برغاوي بمعطر علشان البلكونة بحب اغسلها كده غسلتين كده بمعطر عشان تبقى ريحتها مفحفحة كده في الشارع، والريحة تبقى حلوة، وكمان بالليل بتكون نضيفة كده وريحتها حلوة. وغسلت بالمرة بقى الباب بتاع البلكونة. لا ما تقلقوش، دي لين عادي ما بتسيبنيش اصلا اعمل حاجة، فهي كده على طول. صح يا لولو؟ ما شاء الله. اللي بقى وصل لحد كده يصلي على النبي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك بتاعنا والاشتراك ونشترك في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش معانا في القناة. هنا بقى الماسورة بتاع اللي هو بيقولوا عليه المزراب، الزرباب على رأي احمد حلمي. ده انا بحب قوي البلكونات اللي فيها الماسوره دي، يعني نكب ونغسل وهي على طول على الشارع. هنا بقى مكة شبطت وكانت عايزه تعمل زيي، قلت لها خلاص ساعديني حبه علشان ما تعيطش. مكة بنتي الايام دي مش عارفه بصراحه، بقت فظيعه وبتعيط على اي حاجه، بتعيط كتير قوي، ربنا يهديها ويهدي اختها. دخلت بقى سبت البلكونه تتهوى بقى ورجعت كل حاجه مكانها، البصل الكراسي بتاع البلكونه بتاعتي من الشمس اتكسرت، فقلت اسيبها برضو علشان بحط عليها الطبق الغسيل وانا بغسل، بدل وانا بنشر بدل اوطي اجيب من على الارض بتكون عالية شوية. هنا بقى دخلت على الحمام، كنت مالية بقى البانيو علشان احط فيه السجادتين بتوعي بدل السجاد، واغسلهم بالشكل ده. انا قعدتهم الاول عشان لو فيهم اي وساخة لازقة فتبوش كده من المية. ونزلت البلتكانة بتاع الشباك ده، مش عارفة اسمها بلتكانة ولا اسمها ايه، نزلتها وشلت بقى الستاير كلها اللي في الشقة. ودي اللي هي اسمها ايه، اللهم صل على النبي، السجاد والبرائع بتاع البلكونة بس بتاع الشباك، بس البرائع حطيتها في البانيو. منزلة كمية تراب بالرغم اللي انا غسلاها من العيد اللي فات، يعني ما غسلتش الا في العيد اللي فات، بس منزلة بقى تراب بالهبل علشان العواصف اللي حصلت بعد العيد الصغير. فغسلتها في البانيو علشان الحلقان اللي فيها ما تتكسرش من الغسالة. النيش بتاعي برضو كان مطرب، قلت امسحه وامسح الرفف وهرصها تاني. شلت بقى كل حاجة، كل رف بشيله برتبه تاني، يعني كل رف بشيله وبشيل الحاجة اللي فيه والفرشة اللي فيه بمسحها وبفرشها وبخلصه وانزل على الرف التاني علشان ما فيش حاجة تتلخبط، وكل رف عليه حاجة بحطها، بحط نفس الحاجة مكانها. فاهميني يعني؟ يا رب تكون المعلومة وصلت. بظبط كل حاجة لاني النيش ده مش انا اللي رصاه ايام فرحي اختي، فقلت هحاول ارصه بشكل حلو كده.
هنا بقى يا جماعة انا شلت المفرش ومسحت الرف ومسحته وسبته ينشف، وحطيت المفرش تاني ورصيت الكاسات. الضرفة دي كلها كاسات، اطقم كاسات واطقم جيلي، وكمان اطقم كاسات بالشفاشق بتاعه. وحطيت بقى الحاجات اللي كانت محطوطة على الرف اللي هي كريستالات والحاجات دي. دخلت بقى على الحمام، قلت انا اغسل الورد بتاع الشقة كله، الورد اللي هو البلاستيك، ما عنديش الا فاستين فيهم ورد. فمليت بقى طبق كده، حطيت فيه شوية مية وشوية اوكسي بس صغيرين خالص عشان ما يرغيش والحاجة تفضل فيها كده. وهغسلهم غسلة وبعدين هغسلهم تاني بمعطر عشان المعطر يفضل فيهم ويبقى ريحتهم حلوة كده. غسلتهم بس علشان التراب وعلشان الدبان بيقف عليه كتير، عليه نقط سمرة كده من الدبان. هنا انا عندي الفازة دي بحطها على ترابيزة الانتريه اول يوم العيد، تاني يوم كده، وبعدين بشيل عشان ليان ما بتسيبهاش في حالها بصراحة، ليان ومكة. ودي كمان بتاع الفازة بتاع الكريستال. دخلت بقى على المطبخ، ده كان تاني يوم او تالت يوم، يعني انا الفيديو ده مجمع بكذا يوم من ايام اللي هي قبل العيد دي، لاني انا كنت بعمل كل يوم حاجة، فالفيديو ده مجمع كده ايام. هنا بقى الاستيكر ده كان من ايام رمضان، ما كنتش ما شلتوشي، كان مخلي شكل المطبخ حلو كده. وكمان الرخامة فضلت نضيفة، يعني انا شايلاها والرخامة نضيفة زي ما هي. غسلتها بس بالسلكة كويس ومسحتها، ومسحت السيراميك برضو بتاع الحيطة. جبت بقى يا جماعة اللي هو البلاستيك ده مشمع مش لزق، مش ستيكر، مشمع. انا جبت الستيكر بقى قبل كده ولقيته بيلزق ومنيل الدنيا خالص. قلت انا اجيب ده، طب الزقه انا بلزق وبشيله، مبيسيبش اثر، وجميل جدا جدا جدا، وكمان تقيل، خامته تقيلة مش خفيف، هو مشمع وبلزقه انا باللزق بالشكل ده. بثبته انا كنت جايبه فرخ واحد بس، مش عارفه كام متر في كام متر، بس هو قسمتهم نصين عملوا لي الرخامه بتاعتي دي. ومسحتها برضو مسحة حلوة عشان تلمع كده، علشان تبقى تغيير في العيد. وحطيت بقى رصيت كل حاجة زي ما هي بالشكل ده. وكده بقى المطبخ بتاعي خلص. انا بحب اروق المطبخ اول حاجة، يعني المطبخ والحمام وأوضة النوم دول جنب بعض، بحب اروقهم التلاتة كده، واخلص منهم نص الشقة تخلص، يبقى مفضلش اي حاجة. بحس اللي فيه حاجة انجزت كده. وظروف المطبخ دي كانت مترتبة اصلا، كنت مروقة المطبخ ده من قبلها، ومسحتها مسحة كده بمعطر من بره ومن جوه، وفرشت السجادة. وخلصت بقى البوتاجاز بتاعنا كنت بحط عليه ورق فويل، وبعدين بقالي فترة ما بحطش، بغسله غسلة حلوة بيبقى بيلمع كده، والحوض نضيف بقى زي الفل. وكده خلاص المطبخ بتاعي خلص الحمد لله. ما فاضلش بقى غير بقى اوضه الاطفال والصاله والانتريه، ودول بيخلصوا معايا، ممكن ابدا فيهم نص يوم كده، والحمد لله على كده. خلصت بقى ودخلت على المشايات اللي انا كنت نقعاها. قلت بقى بعد السجن هغسل المشايات. وغسلت المشايات دي اللي هي البنفسجي دي بتاع اوضه النوم، والمشايات بتاع الطرق دي بديل السجاد اللي هي بتاع الانتريه، غامقه كده في غامق. ودي بتاعه الصالة بحطها تحت السفرة. شايفين منزلة كمية وسخة قد ايه، بالرغم اللي انا غسلاهم قبل معانهم، بس اصلا انا كنت شايلهم في مكان كده بين البلكونة والفريزر عندي في التراب، هجم عليهم وكانوا مليانين تراب، عشان كده منزلين كل الوسخة دي. بس بقوا زي الفل بعد لما غسلتهم بالشكل ده. شايفين بيلمعوا ما شاء الله عليهم. انا بسيبهم بقى يصفوا ميتهم كويس قوي قوي علشان ما ياخدوش وقت اللي هما ينشفوا. تاني يوم بالليل هاخدهم افرشهم، هيكونوا نشفهم اصلا، جو شمس وهوا ما شاء الله على الجو، هينشفهم على طول. هنا بقى دي الأوضة الكبيرة رتبتها، والستارة علقتها، ومسحت الكومودينو وحطيت عليه المفرش بتاعه، ومسحت الأرضية بتاع السيراميك بتاع الأوضة، وفرشت السجاد اللي هو المشايات، وخلصت الأوضة بتاعي الكبيرة.
تمام. دخلت بقى الأوضة الصغيرة بتاع الأطفال، شلت الحافظة بتاع المرتبة، تمام، ونفضت بقى المرتبة واحدة واحدة كده. يعني لازم كل ما اخش أوضة اعمل فيها حاجة. دخلت الأوضة دي احط فيها هدوم محتاجة كنيس اكنسها، الأوضة دي اشيل منها هدوم محتاجة حاجة اعملها. هنا بقى بحب ارش معطر على السجادة، سجادة ايه، على المرتبة قبل ما افرشها. انا مش عايزة اخضكم، بس ده المنظر بتاع الانتريه عندي، ودي مكة ما بتبطلش زن. انا يا جماعة فرشت لحاف خفيف كده على السرير علشان احنا بنشغل المروحة وبنستغطى بيه. هنا بقى جبت المفرش بتاع الشيلات بتاع الكنب من على الحبل، كانت نشفت على طول، والسجاد تاني يوم بالليل كان نشف. وفرشت بقى الشقة بتاعتي، والسفرة بتاعتي رجعتها في النص زي ما كانت ورتبتها كده، والستارة بتاع الشباك وبدل السجاد كان نشف كده. عملته يعني كمان عملته بالمكنسة كده على خفيف، وده مفرش كنت جايباه جديد، فرشته كده وحطيت الفازة كده في النص. مش عارفة بقى احط الفازة ولا البتاع دي، بس في الاخر حطيت فازة. ودي اوضة الاطفال ما شاء الله عليها خلصت. صلوا على النبي يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم كلكم. وكنا سهرانين بقى علشان نصلي العيد. هنا بقى فرشت دي في الطرقة. الحاجات دي الحفاظات دي جايباها جديدة في العيد الصغير. كنت جايبة كل حاجة كده، كل وقت جبت حاجة، يعني مش جايباهم مرة واحدة. اللي هما الطرقة الصغيرة دي كنت جايباها ب50 جنيه الواحدة، وبعد كده بقوا التلاتة ب100 بس بعد لما جبتها. متنسونوش بقى في اللايك، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي.